جميل بطعم رمضان. النهارده هنعمل الكفته المشويه طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، من غير بقى شوي فحم ولا شوايه ولا الحاجات دي. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يلا بينا نبدا. صباحكم جميل بطعم رمضان، صباح الفل عليكم او مساء الفل حسب التوقيت اللي انت بتشوفه في الفيديو. النهارده هنعمل الكفته المشويه من غير شوايه ومن غير فحم. طب ازاي؟ تابع الفيديو للاخر وانت تعرفوا كل التفاصيل والتكات والحركات. مع زوزه ومستكه مفيش حاجه هتروح منكم خالص. ركزي معانا في الفيديو ده واتفرجي للاخر عشان هنعلمك تعملي احلى كفته مشويه بخطوات سهله وبسيطه جدا جدا. قطعنا راس توم اللي هو التوم الجديد ده، وكام بصلايه، 4 بصلات على حسب كميه اللحمه. حسب الكميه، وطماطمايه. هنفرمهم في الكبه ونرجع لكم. دي اللحمه المفرومه يا جماعه لازم يبقى فيها نسبه دسم كده حوالي 5%. لا 25%. 25%. احنا هنحط الميه بكله. حطينا بكربونات. كربونات صح؟ ايوه مكان اللي فيه ضباب. طحنا بقى المكونات دي من جنب وهنحطها. انا هحط بالميه بتاعتي وبعدين مش هعصر ولا حاجه. انا مش مركزه ليه بقى؟ احنا الساعه 7 الصبح يا زوزه وما نمناش ومطبقين وقاعدين نشتغل عشان عندنا عزومه يا جماعه. ملح على حسب برضو الكميه وانت تظبطي ملحك بقى. شويه سكر صغيرين عشان اللون. سكر عشان اللون. نحط شويه مستردة. دي بهارات اسمها بهارات شوي. نحط شويه معلقه يعني. ودي بهارات اللحمه. توم باودر. حط برضو توم باودر يدي تيست حلو للحاجه. بصل باودر وعجينه عدلات. تعجنيها بايدك. عجينه بايدي. بعتذر منكم يا جماعه والله، عشان انا والله فاهمه انا فصلت. هي غسله ايدها يا جماعه. انا دخلت غسلت ايدي تاني. واحنا اللي عيلتها واولادها وهم اللي هياكلوا الاكل. هي بصوا بقى كانكم بتعجنوا عيش او بتعجنوا فطير. دي بقى سر نجاح الكفته. ايوه زوزه انت عجنتيها. شفتوا الخوط دي حطيتي بقدونس؟ عود بقدونس. بتقولي ايه؟ شفتي الخوط دي كده؟ بصي شوفي. كده بقى دي ناجحه. تمام. يبقى كده خلاص خلصت بقى، ما تتعجنش تاني. تمام بقى. هنحطها في التلاجة وبعدين نعملها. لما الكفته اتشمعت حطيناها في التلاجة شويه. زوزه بقى بتصبها على على المعلقه بتاعه الطبيخ الكبيره. معلقتين صلصه حطينا عليهم ربع كوبايه ميه ومعلقه زيت وشويه فلفل اسمر وشويه ملح. هنمسك بقى كده بالفرشه ندي للكفته بتاعتنا يعني، ولا يعني احسن حاجه في مصر هي زوزه من غير فحم ولا اي حاجه، تاكلي احلى كفته مشويه. انا هحطها تحت الشوايه مش هحطها في الفرن، يعني تحت شوايه الفرن. تحت شوايه الفرن. اهو شايفين ما شاء الله. اللهم بارك. ليه بقى تحت الشوايه؟ بتبقى كانها مشويه في الشوايه، ما بتسردش يعني، ما بتنزلش ميه بقى ولا حاجه. تبقى كانها شوايه يعني. انت بتحطي الصلصه ليه بقى؟ عشان اللون اللي بتبقى لون ذهبي. وتبقى اللي هي جوسي كده يعني. ايوه. وجربوا بطريقه الكفته دي مش هتندموا يا جماعه. انتوا هتعملوها على طول بالطريقه دي. بشوفكم بقى لما تطلع من الفرن. كده بقى الكفته خلاص خرجت من الفرن. كده بقى يكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان خاطر الكفته احلى كفته مشويه. ونشوفكم على خير بقى ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي.